السلام عليكم. وفي خبر عاجل: المغرب تفرض الفيزا على الجزائريين. فلنشاهد الفيديو معا مع هذا المغربي الحر. نار 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 يا حبيبي، نار أو مشكل كبير يا عمري. الحقيقة دائما في دقيقة، ويا لي الحال يا لي الحال، ويمتى يصفى الحال ويا سفينة وفين غادية بينا. المغرب وفرض الفيزا على الجزائريين. تعالت بعض الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث على أن المغرب في طريقه إلى فرض الفيزا على الجزائريين. دائما أقولها، فرق كبير ما بين الواقع وما بين حديث المواقع. هذا غير حديث المواقع. فمو ماجد يتحدث على أن المغرب في طريقه إلى فرض الفيزا. من جاب هذه المعلومة الناس تتكلم بأريحية. هو التمني ديالو انه تيتمنى ان المغرب يفرض الفيزا، يتمنى كما تعرف الجميع صغير وكبير في وطننا العربي الكبير بان الجزائر فرضت الفيزا علينا نحن كمغاربه. خرجوا الفنانين، خرجوا الرياضيين، خرجوا المؤثرين، خرجوا الرسامين، الكل تحدث عن الفيزا الجزائريه. سكيتشات، اغاني على الفيزا الجزائرية. سخنت بردت في مواقع التواصل الاجتماعي. الحين ما بقاش شي واحد يتحدث على الفيزا الجزائرية. خرجت انا، اعوذ بالله من قلت انا، اش قلت؟ اهل مكة ادرى بشعابها، وكل واحد في بلاده السلطان. هما داروا الفيزا من حقهم، من حقهم، ما عندنا ما نقولوا لهم. الكرة عندنا حنا، اما نفرضوا حنا الفيزا على الجزائريين ولا ما نفرضوش الفيزا اللي تبقى قرارنا. اليوم في حالة المغرب فرض الفيزا على الجزائريين، واش الجزائريين الرياضيين والفنانة والمؤثرين غيخرجوا وغيتحدثوا كما حنا تحدثنا على الفيزا الجزائرية هما غيتحدثوا على الفيزا المغربية؟ لأنه ماشي يقولوا لنا حنايا الجزائريين، تيقولوا لنا المغرب هو سويسرا إفريقيا. ما عندنا بعض اليوتيوبر تيخرجوا تيقولوا نحن الأفضل في الماما، حنا المغرب هو الأفضل في الماما إفريقيا، حنا عايشين الرفاهية وعايشين بخير وعلى خير. نعم نعم نعم، نحن الافضل بالنسبه لي. هو عايش يتكلم على راسه. نعم، اللي عنده الفلوس والله ثم والله ثم والله المغرب جنه، كلمه حق نقولها. اللي عنده الفلوس في المغرب جنه. ولكن هو يتكلم بصفه الجمع، ماشي تيقول انا عايش. لا، حنا عايشين. لهذا الجزائريين ولاو تيخرجوا تيقولوا لنا سويسرا افريقيا. اي حدث وقع، اي مشكل، اي فيديو ديال بعض المغاربه اللي تيخرجوا ديال الهدم ديال المنازل ديالهم او وقفات تيتكلموا تيقولوا شوفوا سويسرا افريقيا. اشنو واقع في سويسرا افريقيا؟ لاننا عندنا بعض اليوتيوبر تيخرجوا تيقولوا نحن الافضل في الماما افريقيا. هذا الشيء غير صحيح، ماشي غير صحيح. باش ما نضرقوش الشمس بالغربال. نسيتي جنوب افريقيا وكاين بلدان افريقيا اللي المستوى ديال العيش ديالهم افضل منا بكثير. في حاله المغرب فرض الفيزا، واش الجزائريين غيتضروا من الفيزا؟ واش الجزائريين غيخرجوا وغيتكلموا على الفيزا المغربيه؟ شحال ديال الجزائريين تعيشوا في المغرب؟ واش الوجهه المفضله عند الجزائريين هي المغرب؟ واش غيضروا الجزائريين من الفيزا المغربيه؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. واش غيخرجوا وغيتحدثوا وغيغيضوا من الحال وغيقولوا المغاربه فرضوا علينا الفيزا، خوتنا الاشقاء، خوتنا اللي نحبوهم، خوتنا اللي نعشقوهم فرضوا علينا الفيزا؟
هنا السؤال، لان احنا درنا ضجه وهرج ومهرج مواقع التواصل الاجتماعي، كل تحدث على الفيزا الجزائريه، اغاني على الفيزا الجزائريه. كنا ما نتكلموش. انا ما نتكلم عادي، درتوا الفيزا عادي، من حقكم ديروا الفيزا بلا من نكبر القضيه. دابا الحين كاين البعض تيتحدثوا، وكاين اللي مشى ابعد من ذلك. وشنو قال تفرض الفيزا على الجماهير الجزائريه العاشقه والمحبه لمحاربي الصحراء اللي غيجيو يشاركوا هنا في كاس افريقيا 2025. هنا تنتحدث على الواقع. كاين اللي يقول لي لا خويا عبد الجليل كاس افريقيا غتاجل 27. انا تنتكلم لك ما هو رسمي، ما هو رسمي 21 دجنبير تيزيد ونسموه سعيد. باقي الحين حنا تنهضروا على ما خرجش لينا شي جهاز رسمي قال لنا لا، راه ما خرجتش الكاف وقالت لنا لا راه غتاجل. لا، ما كاينش شي حاجه سميتها التاجيل. هاد الجماهير اللي غتجي من الجزائر ومن اليابان ومن الولايات المتحده الامريكيه ومن الهند ومن الصين ومن الخارج ومن اوروبا، الفيزا هذه البعض اللي تيتحدثوا على فرض الفيزا. الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، اما الواقع شتان ما بين الواقع والمواقع. كون السلطات بغات تفرض الفيزا على الجزائريين كون فرضاتها. فاش فرضت السلطات الجزائريه الفيزا، حتى السلطات المغربيه تفرض الفيزا في هذاك الوقت. اذا ما كاين والو. هضرت الناس ناشطه في مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات تتحسبها. هذا غير وجهه نظر ديالي، نقدر نكون مخطئ نقدر نكون مصيب. هاد الناس هادو اللي تيتحدثوا في مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا فرض الفيزا على الجماهير الرياضيه الجزائريه العاشقه والمحبه للخضر لمحاربي الصحراء اللي غادي يشاركونا في كاس افريقيا 2025. قال لك فرضوا عليهم فيزا. هنا نقول لك هنا غيتاثروا الجزائريين، هنا غيغيضوا من الحال، هنا غيزعفوا الجزائريين. في هادي غيزعفوا، لان احنا تنعرفوا الجزائريين تيحبوا تيعشقوا المنتخب الجزائري. اينما رحل وارتحل المنتخب الجزائري تجد الجزائريين. في البرازيل كانوا الجزائريين، في جنوب افريقيا كانوا الجزائريين، في مونديال جنوب افريقيا وفي مونديال البرازيل. اينما رحلت وارتحلت تجد الجزائريين وراء المنتخب الجزائري. اذا هنا السلطات المغربيه لفرضت الفيزا على الجزائريين اللي حابين يجيو يشاهدوا مقابلات الخضر. هنا الجزائريين غيغيضوا من الحال، يبقى فيهم الحال. يقول لك خوتنا المغاربه فرضوا علينا الفيزا ونا حابين اننا نجيو المغرب ونشاهدوا مقابلات المنتخب الجزائري. وما ننساوش بان كاين كثر من الجزائريين تيعشقوا المغرب وتيحبوا المغرب وعندهم اصدقاء هنا في المغرب. وكاين بعض الجزائريين اللي خرجوا قال لك حنا ضد الفيزا اللي دارتها السلطات الجزائريه ضد المغاربه، باش ما نخلطوش، باش ما ندخلوش في الكرموس مع الكاليبتوس وشلاطه وموناطه. السلطات ونزيد نحسبوها، عندنا 24 فريق، عندنا 24 فريق في كاس افريقيا. كاين اللي غيتفق معايا كاين اللي ما غيتفقش معايا، وغادي ننتظروا تعاليق المغاربه والجزائريين. كاين بعض الجزائريين تيقولوا حنا ما غنجيوش لسويسرا افريقيا، حنا ما جايينش لسويسرا افريقيا، حنا ما غنجوش عندكم المغاربه، فرضوا علينا الفيزا. حنا ما كاين، وكاين البعض اللي غيقول لا وهذا الشيء غير كلام. نعم هو كلام. الواقع شيء اخر. الواقع ما كاينش الفيزا الحين، ما كاينش فيزا على الجزائريين، ولكن الناس تتكلم مع مصادر المعلومات. المغرب في طريق لفرض الفيزا على الجماهير الرياضيه الجزائريه العاشقه والمحبه اللي غادي تجي اليوم وغادي تشاهد مقابلات المنتخب الجزائري. هنا غيتاثروا الجزائريين، هنا غيزعفوا الجزائريين، ولا غيتكلموا الجزائريين. اما فيما يخص الفيزا على الجزائريين وما عندناش شي تظاهره، ما غيزعفوش. انا اكيد ومؤكد يقول لك حنا عادي من حق السلطات المغربيه انها تفرض الفيزا على الجزائريين، وما غيديروش شي ضجه وهراج ومراج يدوزوها بشريبه ديال الماء يقولوا عادي. ولكن في كاس افريقيا تفرضت الفيزا على الجزائريين غيغيضوا من الحال. نحسبوها، عندنا 24 فريق كاس افريقيا، خاصنا البلاد خاصها تروج. نعم
شكون هما الجماهير اللي غيجونا بكثره؟ شكون اللي غيجيو عندنا بكثره؟ غيجيو عندنا الجزائريين. لعبوا الجزائريين في مراكش، الفنادق في مراكش غتعمر، انسى الكلام. لعبوا في اكادير، الفنادق في اكادير غتعمر. لعبوا في كازا، اي مدينه لعبوا فيها غتروج، لانهم هما اللي غيجوا بكثره، غيجوا من اوروبا بكثره، غيجوا هما والمغاربه نيت. كل اللي صاحبه مغربي يلا خويا، 3 ولا 4 مجموعين دايرين جروب يلا خويا تنطلعوا نفوجوا. غيجوا بكثره الجزائريين. لا تفرضت عليهم الفيزا، شحال بغا يدخل لك ديال الجزائريين؟ 1000 2000 3000. ولكن لما تفرضتش الفيزا على الجزائريين غيدخلوا بكثره وغيتحروا، غتروج. المطاعم غيخدموا، الفنادق غيخدموا، غتروج. اما لا فرضتي الفيزا، انا راه الحسابات حبيبي. هاد الناس هادو خصهم يحسبوها. هاد الناس دابا غير داوين خاويين في مواقع التواصل الاجتماعي. ديك اللعيبه ديال الانا، درتوا علينا الفيزا حتى حنا نديروا عليكم فيزا، ما عندهمش. ولكن الناس مسؤولين تيحسبوها. عندنا 24 فريق، شكون اللي غيدخلوا عندنا؟ غيدخلوا عندنا الجزائريين بكثره من اوروبا، وغيجيو حتى من الجزائر، وغيجيو من جميع بلدان العالم. وكاين اللي تيعشق المغرب وتيحب المغرب وعنده اصدقاء وعنده عائلته. عارفين العلاقه ما بين الجزائر، كاين دماء مشتركه وكاين العائله وكاين. اذا غيجوا بكثره. لما درناش عليهم فيزا تدخل لك واحد 30,000 ولا 40,000 جزائري هنايا للمغرب. وفي حاله تالق المنتخب الجزائري ووصوله الى نصف النهائي والنهائي غتبان لك الوقت بروجات، يبان لك 50,000 و40,000 و45,000. اذا غيستافدوا الفنادق وغيستافدوا المطاعم وغتحرك. اما المنتخبات الاخرى شكون غيجيك؟ غتجيك اسيدي واحد 600 ولا 700 ديال المصريين غنحسبوها. غتجيك اسيدي واحد 1000 تونسي بحكم اولا 2000 تونسي، مرحبا بخوتنا جميعا. ولكن اللي غيجونا بكثره هما الجزائريين. راه كاين اللي غيدخل حارق، راه تيحبوا المنتخب ديالهم. المنتخب الجزائري تيعشقوا شي حاجه سميتها الخضر، شي حاجه سميتها المحاربين. يبيع سبادريتو، يبيع حوايجو ويمشي يديبلاصا يتبع المنتخب يشجعو. تيحبوا المنتخب ديالهم، تيعشقوا المنتخب ديالهم. اذا هنا حسابات. الا جينا حنا فرضنا على الجزائريين غيدخلوا الجزائريين، ولكن لما فرضناش الفيزا غيجونا الناس 40,000 50,000. غيولوا ملاعب عندنا مملوئين. شنا وقع في مصر فاش لعبوا النهائي. وصلت 40,000 و50,000 مشجع جزائري في مصر. تروجات مصر، تحركوا الفنادق في مصر وتحركت المطاعم في مصر باش بالجزائريين. لان الجزائر في الاول وفي الاخير هما اللي غادي يجيو بكثره يشاهدوا المنتخب الجزائري. اما باقي الدول الاخرى، باقي الدول واحتراماتي ليهم، حنا عندنا الافارقه تبارك الله، عندنا خوتنا الافارقه هما عايشين معنا ومتعايشين معنا. هما غيدخلوا يشاهدوا المقابلات. النيجيريين والكاميرونيين والسنغاليين والماليين. المصريين ما تتنقلوش بزاف. كاينه ظروف. نعم كاينه ظروف. ما شحال بغا يجيك كاع الاخوه المصريين غيجيو منهم واحد 1000 ولا واحد 2000. التوانسه كذلك عندهم مشاكل اقتصاديه. شحال غيجيك 1000 ولا 2000. الاخوه السودانيين تا هما غيجيو قلال 1000 ولا، ولكن الجزائريين غيجوك بكثره وغتروج. اذا فرض الفيزا اليوم على الجزائريين هو خطا كبير، ولكن الناس مسؤولين تحسبوها. اما هاد الناس مساكن دائما نفرق. لان واحد الاخ قال لي خويا بجاي واقيلا المغرب غيفرض الفيزا على الجزائريين. قلت له في نقاشي قلت لي لا، المغرب ما غيفرضش الفيزا على الجزائر. كون بغا يفرض الفيزا على الجزائر كون فرادها. الناس تيحسبوها وتشوفوا الايجابي وتشوفوا السلبي. كاس افريقيا هو المنتخب الجزائري عنده جماهير وغادي يجيو هنا المغرب وغتروج الوقت. يجيكم الناس من اوروبا من الجزائر من جميع بلدان العالم غيجيو غنشوفوا المغرب. ولكن اللي بغى يحس صله الرحم مع العائلات ديالو كذا، وهذه مناسبه وغيدوز هذاك الشيء من هذاك الشيء الرفيع. ويمكن في قادم مستقبل الايام حتى فهاد كاس افريقيا، يقدر السلطات الجزائريه تراجع على فرض الفيزا على المغاربه. تقدر هاد كاس افريقيا يجمع ما بين الشقيقين، يكون واحد الترحاب.
يكون واحد الترحاب ديال المغاربه بالجزائريين ويشجعوا المغاربه الجزائريين، والسلطات الجزائريه غيلقاو ضغط كبير